شنو هي افضل طريقه؟ بالنسبه لي انا كاينين جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى الدراسه التقليديه اللي هي ديال المدرسه، غادي تشد الباك، مورا الباك غادي دير ليسونس، ومورا ليسونس غدير ماستر، ويكون هاد ليسونس والماستر يكونوا في واحد المجال مطلوب في العالم اقتصاديا، سبلاي ديماند، العرض والطلب. ومن بين العرض والطلب اللي زعما مطلوبه حاليا هو المجال ديال الاي تي، وخاصه المجال ديال الاي اي. لقيتي كيفاش تلقى الترعه تما، مرحبا. ماركتينغ حتى هو خدام، ماركتينغ في الحقيقه ديما خدام، غير هو الديجيتال ماركتينغ نيفو واحد اخر، عاد تحلوا الابواب ديال الديجيتال ماركتينغ، اما الماركتينغ كان ديما خدام. افضل حاجه هو داك الكرياتيف ديبارتمنت اللي كتقدر دير شي حاجه كرياتيف اللي كتقدر. سو هذه القرايه التقليديه ديرها في الجيب، في حالات وقعت شي حاجه كتجبد داك الدبلوم كتقلب به على خدمه. والقرايه ديال الاونلاين، القرايه ديال الاونلاين طبيعيه، كتقلب على مجال في الويب خدام. المجالات ديال الويب ماشي هما بحال المجالات ديال الاوفلاين، وبعض المرات كيتلاقاو بحال الماركتينغ كاين في الاوفلاين وفي الاونلاين. تقدر تقرا الماركتينغ. الاي كوم عرفت واش كاين في الاوفلاين، ولكن اني تقدر تقرا في الويب شي حاجه، غتيستي بها واش غتدخل بها فلوس، دخلت لك فلوس مرحبا، ما دخلتش لك فلوس راه عندك علاش ترجع. انا ضد الفكره ديال انك شد الباك ولكن خاصك تضرب الفلوس. دخل الويب الا عندك الوقت، وهذه اهم حاجه. الا عندك فين تبات، عندك الصاله، عندك الخبز واتاي والزبده، الوالده كطيب لك الغدا وكتخلي لك العشاء في الطبسيل، كتحطو لك في الجنب. الا عندك هاد المواصفات راه عندك مواصفات انك تقرا صافي. وعندك مره الوالد كيلوح لك شي حاجه، عندك مواصفات انك تقرا، بقى تقرا والسيم تايم انت خدام في الفلوس. ولكن واحد الحاجه اللي مهمه خاصه كتوقع الناس اللي كيديروا الفلوس، وهذا خطا كبير. بعض المرات شي واحد كيكون عنده فلاش 17 18 كيطيح على واحد النيش وكيبدا يدير به فلوس في الانترنت، مرحبا. ولكن كيتحاب ليه صافي هذيك هادو الاخطاء ديال لي ديبيطون المبتدئين اللي فيها شي شويه ديال لاج تتلعب دور. كيدخل يلاه ال 5000 درهم الاولى، كيقول لك صافي انا صافي، كيشري بيسي وكيمشي للقهوه، كيشري بيسي ديال ابل وكيمشي يجلس في القهوه وكيدير كاسك. زعما انا راه الدراري ديال الويب انا صافي. انا صافي وليت خدام في الويب، انا ما نكملوش هاد القرايه. اش غادي دير؟ قرا الناس راه هما جالسين تما. حنا ان شاء الله تايلاند، حنا تايلاند وتما فين كيتقلب. علاش؟ لانه ما كيكونش عارف بان الويب فيه سيزوناليتي. شنو هي سيزوناليتي؟ خاصه الجدد. القدام كيطيحوا على شي قوالب يقدروا انا نقول لكم القدام كيطيحوا على شي حاجه كتدخل لهم الفلوس بلا ما كيديروا فيها مجهود، وكيخليوها تدخل لهم الفلوس وكيمشيو يبداو يخربقوا في شي حاجه اخرى، وكيبقى تزيد لهم شي شويه من الفلوس. حبسات هذه مرحبا، انا كنقلب. ما حبسات، انا راه عندي واحد المصروف وكنقلب. هادو القدام. جداد ما عندهمش هاد العقليه هادو. جداد يلاه كيدخل $1000 صافي كيقول لك انا راه وليت خدام في الويب صافي، انا ديال الويب انا. ولكن ما كيعرفش بان راه الحرب خدعه، وراه كاين لي بارازيت، وكاين الموسميه تدخل النيش فيه فلوس شويه ما بقاش فيه فلوس. كتقلب النيش، فاش كتقلب النيش كيشد لك الوقت، كتدخل كتلقى ناس تلفانين بزاف في الويب شحال، وبنادم 5 سنين وتيقلب في الويب باغي يدير فلوس. انت سالي لك النيش، بغيتي تدخل تقلب في الفلوس في الانترنت، مرحبا بك في كاف التائهون. كتدخل كتلف سنوات ضوئيه تمايا وانت مازال كتقلب على داك النيش اللي غادي يعاود يرد لك دوك الفلوس اللي ضاعوا لك، والعذاب الاليم، وكتندم قريتيش ما درتيش الى اخره. طبيعه الحال ماشي جميع الناس دايرين بحال هكا. كاين الناس المحاربين كيتسد لهم نيش كيرجعوا الحرب وخدعه 24 ساعه هو كيقرا. كاينين هادو مجيدين، عنده 17 عام لينيرجي طالعه، وعنده واحد شي شويه ديال العلم، وعنده الايمان في الفلوس في الويب. كيامن بان كاينه الفلوس. كتقول لي لا راه ما كايناش، كيقول لك شوف انا دقت انا شفتها، اذا انا موجود صافي، وكيدخل يدير الفلوس في الانترنت. ولكن بطبيعه الحال ماشي كلشي داير بحال هكا. كاين الناس اللي كاين واحد المثال مهم ديال مايك تايسون، تكتبوا لي الاخوان السميه ديال ما عقلتش عليه. قال لك كتقول everybody has a plan until they get punched in the face. شنو المعنى ديالها؟ واي واحد وجميع الناس عندهم
بلان كيقول لك انا غادي نخدم صافي. هو دخل نيش بدا كيدير الفلوس صافي، عنده بلان انا غادي نولي خدام في الانترنت. everybody has a plan until they get punched in the face. حتى تضرب في وجهك عاد كتعرف بان راه ما عندك لا بلان لا والو. وشنو هي كتضرب في وجهك؟ هو فاش داك النيش ما كيبقاش يدخل الفلوس وتما يجي punched in the face. وديك الساعه كدير ديك وكتراجع الاوراق ديالك وكتقول اين نحن ذاهبون وصافي. وديك الساعه كتجلس وكتصاوب بلان ديال بصح. لهذا النصيحه او راي او اللي بغيتو تقولوها هو انك ديما بلان A بلان B و C. وديما عرف بان الانترنت حالو عقل وحتى راسك حالو عقل. نقول لكم واحد الحاجه اللي غتجيكم شي شويه غريبه. واحد السيد هضر معايا مؤخرا قال لي كيدير فلوس، كيدير واحد 5000 دولار في الانترنت في واحد المجال بلا ما نذكروا المجال ديالو لان هو اللي خاصو يقول هذا المجال ماشي انا. انفورميشن ديالو تيدخل 5000 دولار وفي نفس المجال ديالو كاينه واحد نص ساعه. واحد نص ساعه خاصو يزيدها. الا زاد نص ساعه بدا كيديرها في واحد الحاجه غيقدر يزيد 2000 دولار في الشهر. خاصو يزيد غير نص ساعه في النهار. تخيل معايا دابا انت خاصك نص ساعه في النهار وتاخذ 2000 دولار. طبيعه الحال انت اللي ساكن في الصاله وكتاكل الخبز والزبده واتاي وتعطي 4 السوايع على 2000 دولار انيه. كل ما يعطيش 4000 اعطي 4 السوايع نعطي 8 السوايع انا على 2000 دولار ياك. انت كتاكل الخبز والزبده تيجيب الشفنج بالعشيه صنداره الميكا. هذا بروجي عندك. بينما هو طاح في داك الفخ ديال العكس ديال الفلوس. مشات ليه الهانجر ما بقاش فيه الجوع. خونا فشل. نص ساعه في النهار 2000 دولار بالصحه والراحه صافي. وهذا هو المشكل اللي كيوقع في الويب. هذا نيفو الوحش ديال انك كتشوف الفلوس وما قادرش تاخذها لانك ما فيكش ما فياش ستيل واحد اخر. هذا